لحد ما وصل للمكان اللي وصفه له يامن وخبط على بابه الخشب ودخل لقى نفسه في اوضه كبيره مليانه بالكتب وقاعد فيها راجل عجوز لوحده. اندهش خالد من كم الكتب المرصوصه لحد ما الراجل العجوز قال له شكلك انت الغريب اللي بيقولوا عليه، زيكولا بتهتم بالعلم والعمل. خالد قال له يعني الكتب دي حققت لك ثروه كبيره؟ قال له لا مش للدرجه دي، اسعار الكتب رخيصه جدا، يكفيني ان انا ابيع كتاب زي الكتاب اللي انا بعته. كان كتاب اشتراه مني راجل باغلى سعر تشهده زيكولا. اندهش خالد وقال له اكيد كان كتاب ثمين. قال له لا ما اظنش، وقتها ما قريتش منه غير سطور قليله، بس لما لقيت الراجل ده محتاجه بقوه طلبت اغلى سعر. تقريبا كان بيحب الخيال. الكتاب كان بيتكلم عن ارض تانية وعن وهم اسمه سرداب فوريك. اول مره تشوفني فانصحك ان انت ترجع للحلقات القديمه عشان تعرف تكمل الروايه. انا اشرف طه ودي الملخص. خالد نمرات قلبه ثابت لما سمع الراجل العجوز بينطق كلمه سرداب فوريك وارض تانية غير زيكولا، وساله في لفه وقال له سرداب فوريك الكتاب كان بيتكلم عن ايه في سرداب فوريك؟ رد عليه الراجل وقال له مش فاكر يا ابني، الكلام ده كان من فتره طويله. خالد اتوتر كده وقال له هو في منه نسخه ثانيه؟ قال له لا ما اعتقدش، انا ما شفتش كتاب بيتكلم عن السرداب ده غير هو الكتاب ده. خالد قال له ولاقي الراجل ده فين؟ هو موجود في زيكولا؟ قال له انا ما شفتش الراجل ده غير مره واحده، ممكن يكون هنا في زيكولا بس مش في منطقتنا، وممكن يكون خرج منها محدش يعرف. وقال له بس انت ليه مهتم للدرجه دي؟ هو انت بتحب الخيال؟ خالد قال له انا لازم الاقي الكتاب ده، الكتاب ده الامل الوحيد ليا ان اخرج من زيكولا، تقدر توصف لي الراجل اللي اشتراه؟ سكت العجوز كانه بيفكر، بعد كده قال له كان راجل عادي طويل زيك وكانت كتافه عريضه زيك برضه. بعدها سكت شويه وقال له وكانت لهجته غريبه زي لهجتك، شبه لهجه تجار الشمال اللي مش بنفهم منها حاجه. خالد سكت كده وبدا يتكلم في سره ويقول جسمه يشبه جسمي ولهجته غريبه وكان بيدور على كتاب سرداب فوريك، معقول يكون هو؟ بعدها اشترى من الراجل الاوراق والاقلام اللي هو كان عايزها وراح على البحيره، وتفكيره ما وقفش لحظه واحده ويسال نفسه معقول يكون الراجل اللي اشترى الكتاب ده ابويا؟ ليه لا؟ كل كان بيقول انه طويل زيي وكمان نزل السرداب، وكلام الراجل العجوز هو معقول يكون لسه عايش هو وامي؟ معقول اشوفهم بعد السنين دي كلها هنا في ارض زيكولا؟ وبص للبحيره وسال نفسه طب لو كان حد تاني ومين اللي هيشتري كتاب زي ده باغلى سعر؟ وهنا الناس كلها بخيله وكتاب زي ده ملوش اي قيمه عندهم. ممكن يكون حد بيحب المغامره عنده نفس الدوافع اللي نزلتني هنا، او ممكن يكون حد نزل السرداب غيري او غير ابويا وامي. مهما كان الشخص ده سواء كان ابويا او غيره، معنى ان الكتاب ده موجود ان الامل بقى موجود. اكيد اللي كتب الكتاب ده عارف ازاي اقدر ارجع لمصر تاني. بعدها على صوته وقال انا لازم الاقي الكتاب ده لازم، لحد ما سمع صوت جاي من وراه بيقول كتاب ايه؟ بيلف لقاها اسيل قربت منه وقعدت جنبه وقالت له انت بتكلم نفسك كده دايما؟ قال لها اوقات، بس انا خلاص تفكيري مش قادر يستحمل، النهارده اكتشفت ان في امل اقدر ارجع بيه لبلدي، بس امل بعيد. قطعته اسيل وقالت له ثواني، انت عارف ان لحد دلوقتي ما اعرفش اسمك ايه؟ ما قلتليش عليه قبل كده. قال لها اسمي خالد حسني. ابتسمت كده وقالت له خالد اسم جميل. كمل خالد وقال لها اكتشفت ان كان في كتاب تاني بيتكلم عن السرداب اللي جيت منه. سالته اسيل وقالت له انهي سرداب؟ خالد قال لها سرداب فوريك. قالت له الحقيقه انا مش فاهمه حاجه، انا جيت النهارده زي ما قلت لك عشان اسمع قصتك وازاي دخلت زيكولا. ابتسم خالد وقال لها جيتي بعد شهر؟ ابتسمت اسيل وقالت له والله كان شهر مليان زحمه شغل وما كنتش فاضيه اجيلك، بس كنت دايما على بالي ومش ناسيه انقاذك للولد اللي كان هيغرق بدون مقابل، وكنت عارفه ان هاجي البحيره في يوم عشان اسمع قصتك. انت كنت مستنيني؟ خالد قال لها الصراحه كنت بدات افقد الامل، بس النهارده كانه يوم الامل. اعرف ان في كتاب موجود وان اسيل الجميله كمان هنا. اسيل وشها احمر من الكسوف وقالت له يلا كلمني عن بلدك وعن الكتاب اللي لقيته. سكت شويه خالد وبعدين قال لها انت تعرفي ان من ساعه ما دخلت زيكولا من شهر ومحدش يعرف حاجه عن بلدي حتى يامن صاحبي، كل اللي يعرفوا عن بلدي انها موجوده في الشمال وانا مش عارف فين الشمال ده اصلا. في البدايه كنت فاكر اهل زيكولا مجانين، دلوقتي خايف اتكلم عن بلدي يفتكروني انا المجنون. بعدها بص لاسيل وقال لها هتصدقيني يا اسيل؟ فضحكت اسيل وقالت له انا شايفه انك صادق يا خالد. كمل خالد وقال لها انا مش عارف فين زيكولا دي او بجانا اللي هي بلدي. اول ما جيت هنا فكرت ان زيكولا دي من البلاد المعزوله اللي عمري ما سمعت عنها زي البلاد اللي كنا بنشوفها في التلفزيون. اسيل استغربت، بعدها ضحك خالد وقال لها اكيد انت ما تعرفيش التلفزيون، بس هشرح لك كل حاجه بعدين. المهم اني كنت مفكر ان زيكولا معزوله وان اهلها معزولين وما يعرفوش حاجه عن العالم زي الهنود الحمر كده لما اكتشفهم كريستوفر كولومبوس. قطعته اسيل وقالت له مين؟ ضحك خالد وقال لها اقول لك على حاجه اسمعيني وبس، مش هتفهمي مني حاجه دلوقتي. انت تعرفي مصر؟ قالت له لا. قال لها طب تعرفي امريكا، الصين، استراليا، افريقيا؟ قالت له ايه الاسامي دي؟ قال لها دي اسامي بلاد العالم بتاعي، انا بلدي اسمها مصر بتتكلم نفس لغتكم اللغه العربيه بس بالعاميه زي كلامي كده. قالت له فين مصر دي؟ قال لها زي ما بسال نفسي بالظبط، فين زيكولا دي؟ قالت له مصر كبيره زي زيكولا كده. ضحك وقال لها هو عدد زيكولا عندكم كام؟ قالت له كتير جدا، ممكن يعدوا ال 300,000.
ده غير البلاد التانية فيها ألوفات. خالد قال لها عدد سكان مصر فوق ال 80 مليون نسمة. أسيل اتصدمت وقالت له إيه؟ 80 مليون؟ ضحك خالد وقال لها امال لو عرفت عدد سكان بلد تانية اسمها الصين اللي عدى المليار، ولا عدد سكان الهند؟ اقول لك عدد سكان العالم بتاعي اكتر من 6 مليار نسمة. بصت له اسيل وبدات تعد على صوابع ايديها وكانها بتتخيل العدد. قالت له ازاي الناس دي كلها بتاكل؟ ضحك وقال لها اطمني كله بياكل. سالته اسيل ومصر بلدك دي جميله بتحبها؟ ابتسم خالد بعدها، بص على البحيره وسكت يفكر شويه وبعدين قال لها كان عندنا شاعر جميل اسمه صلاح جاهين قال على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، بحبها وهي مالكة الارض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء، واكرهها والعن ابوها بعشق زي الدال. بعدها سكت وقالت له اسيل كمل ايه تاني؟ ضحك وقال لها لا انا حافظ دول بس، العالم بتاعي يختلف عن هنا كتير، عندنا كهرباء واذاعه وتلفزيون وانترنت وبنتعامل بالفلوس. مش هتفهمي قصدي لو قعدت اشرح لك سنه كامله، بس احنا عالمنا متطور الى حد كبير. اسيل قالت له انتوا عايشين في الفضاء؟ قال لها لا احنا عايشين على الارض وعندنا صحراء وعندنا ميه وبنات حلوه زي هنا. اسيل وشها اتغير لما اتكلم عن جمال البنات وقالت له جيت هنا ازاي؟ قال لها كنت في يوم زعلان وجدي حب يخفف عني فكلمني عن سرداب تحت قريتي اللي هي اسمها الباهو فريك، اسمه سرداب فريك. ومن اول ما حكالي وانا مش عارف ايه اللي حصل لي لقيت عندي رغبه قويه ان انزل السرداب ده واكتشف اللي فيه. بعدها خالد فضل يحكي لها عن اللي حصل له من ساعه ما نزل السرداب لحد ما وصل للمدينه دي وقابل الفقراء في الصحراء واتشعبط في عربيتها مع يامن ودخوله لزيكولا وعرف ان التعامل فيها بوحدات الذكاء. بعدين بص لاسيل وقال لها لما شفت العربيات والحصينه والدروع والسيوف افتكرت اني اتنقلت بالزمن في الماضي، بس اتفاجئت ان الكل هنا بيقول لي اننا في اواخر 2009 وده نفس التوقيت في بلد. دي الحاجه اللي هتجنني ومش قادر استوعبها، ازاي احنا في 2009 وحياتكم هنا بتقول انكم من قرون؟ ولما اتاكدت ان التعامل بالذكاء فعلا مش كلام مجانين بقيت متاكد ان السحر هنا مسيطر على المدينه. ما خلاص مش قادر افكر. قطعته اسيل وقالت له ما اعتقدش انك عندك حق في دي، الحياه هنا كده، ليه ما تقولش ان السحر مسيطر على بلدك انت ومخليكم تتعاملوا بطريقه ثانيه؟ ازاي بتتعاملوا بورق؟ انا شايفه ان ده سحر. في بلدي القديمه بجانا كنا بنتعامل بالمقايضه، معنى المقايضه هنا هو التبادل لسلعه مقابل سلعه ثانيه شبهها في القيمه ومش لازم تكون شبهها كصنف او نوع. رد خالد وقال لها ايوه المقايضه حاجه طبيعيه. قالت له هنا في زيكولا التعامل هكذا يا خالد، هي عمله بلدك في مصر وكل البلاد؟ قال لها لا كل بلد ليها عمله. قالت له هكذا هنا العمله الذكاء، مش انا وانت اللي اخترناها. سكت خالد للحظات بعدها قال الواقع دلوقتي بيقول انه اتحكم عليا ان افضل سنه كامله في زيكولا ونفسي السنه دي تعدي باقصى سرعه، نفسي ارجع لبلدي، ارجع لحياتي الطبيعيه. اسيل قالت له قصتك غريبه فعلا يا خالد ولو سمعها حد غيري كان افتكر انك مجنون. بعدها ابتسمت اسيل وقالت له بس انا مصدقاك ومش هسيبك غير لما تكلمني على التلفزيون ده بس مش دلوقتي. ابتسم خالد بعدها افتكر حاجه وقام جري جنب الشجره وقال لها انا عندي دليل. وراها الساعه اللي كانت في ايده وهو جاي زيكولا. قالت له ايه ده التلفزيون؟ ضحك خالد وقال لها لا دي ساعه بنحسب بيها الوقت، لو كانت بتشتغل كنت قلت لك يبقى ليها هديه بس للاسف ملهاش قيمه دلوقتي. بعدها سالها هو الوقت عندكم في زيكولا بيتقاس ازاي؟ قالت له شايف ضخامه سور زيكولا ده؟ كل ما الشمس طلعت لحد ما تطلع اليوم الثاني يتحسب يوم، تتنحت علامه على السور، بعد ما يعدي 7 ايام فبتتنحت علامه ثانيه، وبعد ما يعدي شهر بتتنحت علامه مختلفه، وبعد ما يعدي سنه فبتتنحت دايره مميزه. دول عمال كتير وليها اجر شغلهم اسمهم عمال الوقت. بس الغريب واللي لاحظته اننا عارفين اننا في نهايه 2009 وده ما اعتقدش انه متوافق مع عدد السنين اللي على السور، بس مش بشغل بالي بده. خالد قال لها زيكولا كل حاجه غريبه تلاقيها في زيكولا. النهارده بالصدفه عرفت ان في كتاب تاني عن سرداب فريك وان حد اشتراه من سنين والكتاب ده بيمثل الامل ليا وان ارجع لبلدي، والاكبر من كده اني حاسس ان اللي اشترى الكتاب ده يكون والدي. سكتت اسيل كده وكانها بتفكر بعدين قالت انا ما سمعتش عن الكتاب ده قبل كده بس هتعمل ايه؟ تسال كل شخص عن الكتاب ده؟ خالد قال لها انا هدور على الكتاب في كل مكان، لازم الاقي الكتاب، اكيد الكتاب ده هو اللي هيجاوب على كل اسئلتي. ابتسمت اسيل وقالت له اتمنى انك تلاقي الكتاب ده يا خالد واتمنى ان انا اقدر اساعدك. بعدها قامت وقالت له انا لازم امشي دلوقتي، الوقت اتاخر جدا وانا عندي شغل بكره كتير جدا. اظن اننا اتكلمنا كلام يكفي شهر كامل بس انا حبيت الوقت ده معاك يا خالد. مشيت اسيل وخالد فضل صاحي بيفكر كتير بيقطع تفكيره ابتسامه لما يفتكر كلامه مع اسيل، وفضل كده لحد ما الشمس طلعت من غير ما يغمض له عينه وراح بسرعه على الشغل. وكالعاده قابل الناس اللي كانوا بياخدوا منه وحدتين كل يوم عشان خاطر يحموه واداهم الوحدتين وراح على الشغل. بعدها قابل يامن وقال له يا يامن انا عايز اشتري حصان. يامن استغرب كده وقال له حصان ليه؟ خالد ما كانش عايز يحكي له بس ما لقاش مفر. قال له انه عايز الحصان عشان يدور على الكتاب في كل بلد في زيكولا وطلب منه انه يدله على مكان بيبيع حصان.
يامن قال له بس ده هيكلفك كتير قوي، ممكن يكلفك 150 وحده. خالد قال له انا موافق. كمل يامن وقال له خالد ده هياخد من مخزونك كتير. خالد قال له مش مهم، المهم ان الاقي الكتاب. قال له براحتك اللي انت عايزه، هقول لك فين تلاقي مكان تشتري منه حصان قوي، بس هتدور على الكتاب فين؟ احنا هنا في المنطقه الشرقيه عند باب زيكولا وارض الاحتفال وصناعه الطوب. في مناطق تانية غيرنا، المنطقه الشماليه والمنطقه الجنوبيه والمنطقه الوسطى عند الحاكم، وكل منطقه تختلف عن التانية وعن منطقتنا. خالد قال له انا هدور في كل مكان، لازم الاقي الكتاب او اللي اشترى الكتاب ده، امل ما اقدرش اسيبه، عرفني بس منين اقدر اشتري الحصان. يامن قال له ماشي، بس لو لقيت الكتاب وما لقيتش فيه اللي ينفعك وصرفت كتير من ثروتك وجه يوم زيكولا هتعمل ايه؟ خالد قال له لو جه يوم زيكولا اعتقد اني هلاقي كتير قوي افقر مني، وانا واثق ان بالكتاب ده هقدر ارجع لبلدي حتى لو فقدت اكبر قدر من الذكاء. سكت يامن شويه وبعدين قال له بس انت نسيت حاجه مهمه، لو نجحت في ده وفقدت جزء كبير من ثروتك هترجع لبلدك زي ما خرجت من هنا، مريض مش ذكي خالص، مش هيميزك غير حاجه واحده بس. خالد ساله وهو مستغرب وقال له ايه هي؟ قال له ان ده اشرف طه ودي الملخص. طب لو عايز تعرف ايه اللي هيحصل بعد كده ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وما تنسوش الشير عشان خاطر نوصل بقدر الامكان لاكبر عدد من الناس. انا اشرف طه ودي الملخص.